السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم كيكه التفاح، 2 حبات تفاح وديري بهم احلى كيكه. روعه، البنه خيال، سهوله ولا اسهل من هكا. تفرحي بها وليداتك ولا ضيوفك، ولا المهم ما تشدش الوقت كما عودتكم. الوصفات سهله وسريعه وتاني ما فيهاش مكونات بزاف. تجي واعره في البنه، سورتو بهذا الطريقه اللي غادي نوريها لكم. المهم ما نطولش عليكم وغادي ندخلوا نشوفوا طريقه التحضير. هنا ناخذ 2 حبات بيض، قرصه ملح، وحده فاني، و130 غرام سكر. تجي سوا في الحلاوه، ما نكثروش بزاف. دونك نخلطوها ما نسحقوا ني باتور ني بيتران ني حتى حاجه، كلشي باليد. هنا عندي 2 مغارف كبار تاع نواه كوكو رقيقه. عندي 100 مليلتر تاع الزيت اللي هي قل من داك النص تاع الكاس. عندي نص كاس لبن ولا حليب. عندي وحده يوغور ديروه بذوق الفاني ولا ناتشور. وبعد درت كاس تاع فرينه غير بشويه، قعدت نزيد فيه تتحصلوا هذا القوام. ودرت 2 لوفور شيميك يعني 16 غرام. وفي التالي درت مغرف خل باش هو يخليها مفشفشه. وقضبت هنا المول تاعي داك اللي يتحل، دهنته ورمته بالجلجلان كما راكم تشوفوا. ونحط العجينه تاعي كما راكم تشوفوا هنايا. التخلاط ما استحقيتش تخلاط بزاف، قضبت هنا 2 حبات تفاح هذوك اللي قلت لنا عليهم. راني ربيتهم بالخشينه. درت فاني، عصره الليمون، نص مغرف قرفه ومغرف سكر. نخلطوهم كيما هكا ونوزعوهم فوق الكيكه بالتساوي. نحاولوا نديروهم بالتساوي كما راكم تشوفوا. ومن بعد ندير فوقهم لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي ولا اي حاجه من المكسرات اللي عندكم. ولا عندكم بيبي دو شوكولا ديرو، ولا ما عندكم ماشي ضروري. ومن بعد نديروها طيب لا فرن 130 درجه حتى طيب، وبالصحه والراحه.